صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معانا عملة مصرية جميلة برضو من العملات اللي احنا تعودنا نشوفها اللي فيها ندرة. الريف المصري الجديد، هي فئة 50 قرش، إصدار عام 2019 1400. المهم ادي العملة اهي، زي ما احنا شايفين عليها مكتوب الريف المصري الجديد. هي جميلة جدا زي ما احنا شايفين، وطبعا هي متداولة بس نادرة شوية، لأن معظم اللي بيقع في إيده حاجة بيحتفظ بيها تذكارية، لأنها عملة تذكارية جميلة. هي بقالها من 2019، يعني 20 21 22 23، احنا هو داخلين 24، يعني بقالها 5 سنين. هي طبعا كل ما هتقدم كل ما سعرها بيعلى، واحنا زي متفقين ان اي عملة بيبقى سعرها بيتحدد حسب ندرتها وحالتها. هي 50 قرش، جمهورية مصر العربية، 50 قرش، ومكتوب تحت بالإنجليزي 50 بياسترز. الظريف بقى في العملة دي إنها مش مكتوب عليها التاريخ من ورا. هل زي ما احنا شايفين إن الظريف في العملة دي مش مكتوب عليها التاريخ من ورا، يعني هي الإصدارات القليلة اللي مش مكتوب عليها من التاريخ من ورا، من خلف، يعني خلف العملة اللي احنا بنسميه في مصر هنا الكتاب. إذا احنا شايفين، طيب هو مكتوب جمهورية مصر العربية 50 قرش، 50 بياسترز، كون إنها مش مكتوب عليها التاريخ من ورا دوت، طبعا ده بيعد إن هو خطأ سك. أدي هو مرة تاني الوجه الأولاني. طبعا العملة دي حاليا متداولة، وطبعا أنت لما بتيجي مثلا تشتريها، لو مثلا بتقدر تشتري الصباع كامل اللي بيبقى فيه 10 قطع، بيشتريه بسعر أعلى. وهي عموما القطعة دي انت لو حبيت تشتريها سعرها ما يزيدش عن 2 3 جنيه حسب حالتها، وهي برضو متداولة بنفس القيمة بتاعتها 50 قرش. أتمنى طبعا إن احنا نكون أفدناكم، وبرضو نأكد إن أي عملة سعرها بيتحدد حسب حالتين: النضرة بتاعتها وحالتها. وحضرتك قبل ما تشتري أي عملة، ياريت حضرتك تتوجه لأكتر من تاجر تسأله إذا كان العملة دي عن نضرتها وحالتها، علشان ما تشتريش بسعر مبالغ فيه وتخسر فلوسك. لأن احنا شفنا ناس كتير اتنصب عليها، خصوصا في ال50 قرش الورق، واعتقدوا إنها ب40 ألف، والكلام ده مش حقيقي. عموما يا أساتذة، يا أصدقاء القناة، لو حضرتك عايز تسأل على أي سعر عملة، يا حضرتك تتوجه بالعملة اللي معاك لمنطقة سوق ديانة خلف بنك فيصل الإسلامي كل يوم سبت، وتسأل التجار اللي هناك والهواة اللي هناك على سعر العملة اللي معاك، إن كان سعرها كام، وإن كنت عايز تبيعها بكام، أو لو أنت هتشتري. وخصوصا في الشراء، نكرر تاني إن الشراء أهم.
لأن أنت لما بتشتري بسعر كويس هتعرف تبيع بسعر كويس لو أنت ناوي تتاجر، لأن هو الشراء أهم نقطة في تحقيق المكسب. طالما أنت شاري كويس هتعرف تبيع بسعر كويس تحقق مكسب كويس. ونكرر تاني، لازم إن حضرتك تسأل قبل ما تشتري أي عملة. وهناك زي ما قلنا ورا سوق في بنك فيصل الإسلامي، ورا خلف بنك فيصل الإسلامي اللي في شارع 26 يوليو في القاهرة. كل يوم سبت من الساعة 8 الصبح بيبدأ ينعقد السوق، والناس بتبقى قاعدين الهواة والتجار. تقدر تسأل عن الحاجة اللي معاك سواء بيع أو شراء. نتمنى من حضراتكم إن انتوا تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وسبسكرايب. وأشكركم يا أصدقائي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.